يا فاطمه. ايوه. انا عايزاكي بكره تنضفي البيت كويس قوي، وخصوصا بقى اوضه الصالون. بس كده خدمتك وتحت امرك، لكن اشمعنى بكره؟ بس ما تقوليش لحد حاجه ابدا، انت فاهمه؟ ينقطع لساني لو اتكلمت كلمه واحده. ليه بقى يا ست ليلى؟ اصل يا فاطمه في ضيوف عزاز علينا قوي جاي لنا بكره. ضيوف عزاز؟ برضه مش فاهمه حاجه. ها؟ اصل في عريس يا فاطمه جاي يخطبني. والنبي ده انا لازم ازغرط. هص ايه ده؟ انت اتجننتي يا فاطمه؟ ده انا لسه بقولك مش عايزه حد يعرف حاجه ابدا. اي والله. اعمل ايه يا ست ليلى؟ اصلي فرحانه. اذا كنت فرحانه صحيح يا فاطمه تعملي اللي بقولك عليه. عايزاكي تخلي البيت بقى زي الفل. بس يا ست ليلى انا بقالي يجي 15 يوم بطلب من البيه مقشه مش راضي. معلش يا فاطمه، اتصرفي يا فاطمه عشان خاطري. اتصرف ازاي بس؟ يعني ايه؟ بلاش العريس. لا ازاي؟ سيبي الموضوع ده عليا انا، وعلى رأي حسونة بيه المخ النظيف نظيف. طيب، والعصفوري بيه وعادل لما يجوا النهارده مش لازم نقدم لهم حاجه كويسه؟ فعلا. طب تحب نجهز لهم اكل اكل ايه؟ اكل ايه يا وليه؟ هو العصفوري بيه ناقص اكل؟ ما هو طول عمره بياكل، واكل مفتخر كمان. انت يا راجل ناسي انك بتاكل عندهم كل ليله؟ مش لازم ترد له ولو مره واحده. وهو لازم الضيف لما يجي ياكل؟ ده تصرف سيء وحاجات بلدي. طب بلاش عشان خاطره، عشان خاطر عادل ابنه اللي اول مره يجينا. انا من رايي نحمر فرخه ونعمل صينيه مكرونه وشويه لحمه كده محمرين وجنبهم بطاطس، وتبقى اكله خفيفه. كل ده وتسميه اكل خفيف؟ امال الاكل تقيل يبقى ايه يا ست زكيه؟ يبقى عزومه. يا وليه انا بقول لك العصفوري بيه جاي يزورنا هو وعادل، زياره خفيفه، تقومي تقولي لي فرخه وصينيه بطاطس وما اعرفش ايه. امال يعني قصدك نعمل لهم ايه؟ هو في الطف من كوبايتين شاي؟ وعشان نكرمه شويه يبقى شاي بنعناع ولا قهوه سكر زياده. دي كسوف يا اخواتي، دي كسوف. كوبايتين شاي بس. طيب يا ست، نقدم لهم جنبهم حتتين بقسماط. ايه؟ كلام ايه يا راجل اللي انت بتقوله ده؟ طب قول جاتوه مش بقسماط. قصدك نشتري يعني جاتوه من السوق؟ لا 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 لا، اذا كان ولا بد يبقى تعملي حاجه في البيت. قولي مثلا قالب بنط اسبانيا. حاجة البيت دي احسن من حاجة بره 1000 مرة، مش ارخص، قصدي احسن. طب ما نشتري جاتوه وبلاش دوشه. انا قلت كلمة وهي الكلمة شاي وبنط اسبانيا، بس بقى معمولة في البيت، مفهوم؟ وعلى كل حال ما تعمليش حاجة ابدا الا ما اقولك. يا فاطمة يا بنتي، يا فاطمة يا مصوفة الرقبة، يا فاطمة. نعمين يا سيدي. ناولي التليفون يا بنت بسرعة. ليه يا سيدي؟ ليه ازاي؟ انت مش هتبطلي الغباوه دي، بقول لك ناولين التليفون. اجيبه ليه يا سيدي؟ اصله ما ضربش. ما انا عارف يا ام مخ تعبان، انا عاوزه عشان اطلب نمره. خير يا سيدي، هو جرى حاجه؟ امشي نجرح دي جاتك داهيه في غباوتك. حاضر يا رب، جيب العواقب سليمه يا رب. قول لي يا راجل، انت ناوي تكلم مين؟ ناوي اكلم العصفوري بيه عشان اتاكد انه هيجي قبل ما تعملي البنط اسبانيا. اتفضل يا بيه، التليفون اهو. 8 7. خدي بالك يا زكية، انا احسن اغلط في عدد ولا حاجة. استني بقى من اول بقى. 8 7 4. الو، مين؟ العصفوري بيه؟ وحشني يا راجل من امبارح، انا مستنيك النهارده. لا ضروري، عادل بيه ضروري يشرف. طبعا تجيب الطاولة معاك، يعني جاي ان شاء الله كده. طب يا سيدي يا الف مرحب، خلاص مستنيك، مع الف سلامة. مش بقولك المخ النظيف نظيف. هي دي الفيلا بتاعت العروسة يا ماما اللي على اول الشارع. ربنا يتمم لك بخير يا سامي يا ابني. انا واثق يا ماما ان العروسة تعجبك قوي. مادام عجبك يا ابني ضروري تعجبني. ربنا يخليك ليا. بس يا ابني مش كان احسن تدي خبر لابوها؟ ابدا كده احسن. اللي يعجبك يا سامي يا ابني. استنى عندك يا اسطى. ايوه هنا، اتفضلي انزلي يا ماما، هو ده البيت. اهلا يا عادل بيه، اهلا. دي خطوة عزيزة والله العظيم، دي خطوة عزيزة. الف شكر. شوف البيت نور ازاي يا عصفوري بيه. ده منور بوجودك يا حسونة بيه. امال فين ليلى يا زكية؟
شوفيها اتأخرت ليه؟ قولي لها عمك العصفوري بيه وعادل بيه وصلوا. دي قطعا مش عارفة، لأنها مشتاقة جدا تشوف عمها وابن عمها عادل بيه. صحيح يا عمي، انا عمري ما شفت ليلى. ما هو ده غلط يا عادل يا ابني. دي ليلى نفسها تشوفك من كتر ما سمعت عنك. ما تتصورش ليلى بتحبكم انت والعصفوري بيه قد ايه. شوفيها يا زكية. حاضر. ابعتي لها البنت فاطمة ولا روحي شوفيها انت، شوفيها انت. سيدي في ايه يا فاطمة؟ في واحد افندي على الباب بره ومعاه واحده ست كبيره عاوزين حضرتك. عاوزين انا ليه؟ ايوه يا سيدي. ما قالوش ليه؟ ما قالوش يا سيدي. قولي لهم يتفضلوا. حاضر. عن اذنكم شويه. استني شوية زكية اما نشوف مين دول. هيكون مين السعادي؟ اتفضل يا بيه، اتفضلي يا ست هاني. مساء الخير يا عمي. مساء الخير. انا سامي عبد الحميد ودي والدتي. اهلا وسهلا يا مرحبا. الله يرحب بيك. ايوه يا ابني انا تحت امرك. العفو يا عمي، هو بس الموضوع الحقيقة خاص شوية. اتكلم يا ابني، خد راحتك، مفيش حد غريب هنا. العصفوري بيه اخويا وعادل بيه ابن اخويا، مفيش حد غريب ابدا. ده يشرفني يا عمي. الحكاية ان انا جاي انا ووالدتي عشان نقول لك أيوة. قصدي يعني نطلب تطلب ايه يا ابني؟ نطلب من سعادتك ايد الانسة ليلى. ما سمعتش كويس عشان نظري ضعيف. ايد الانسة ليلى. انا اسف يا استاذ، اسف جدا وجدا جدا كمان. ليه يا عمي، هو في حاجة؟ ايوه طبعا، ليلى مخطوبة. إيه؟ واكتر من كده خطيبها قاعد قدام سيادتك دلوقتي، عادل بيه ابن العصفوري بيه. كده؟ اه انا اسف يا عمي، ما كنتش اعرف. يلا يا ماما، استاذن يا سعادة البيه. مع السلامة. مع السلامة يا ابني. قوم يا زكية وصل لأستاذ ووالدته للباب وشوفي ليلى غابت ليه. قطعا كانت جاية ولما شافت الناس دول ما رضتش تخش الصالون. حاكم ليلى بنتي بقى في الكسوف والأدب ملهاش مثيل، ولا يمكن بتعمل الشاي بإيديها والحاجات الحلوة بقى اللي معاه. أنا الحقيقة ما شفت الست بيت زي ليلى دي أبدا. تصور يا عادل بيه، كل حاجة في البيت تحب تعملها بإيديها. ليه يا انكل؟ انتوا ما عندكوش شغاله؟ عندنا، بس انت عارف يعني ستات البيت الشاطرين عمرهم ما يتكلوا ابدا على الشغالين. ما هو اصل الشغالين دول كلهم مشاكل. انما قول لي يا حسونه بيه، نعم. ايه اللي خلاك تقول للشاب ده ان ليلى مخطوبه؟ الحقيقه بقى انا كنت عاوز اشرح لك السبب ده. أيوة. واعتذر لك كمان. ايه السبب؟ طيب وتعتذر لي ليه؟ السبب ان انا عاوز اوزعه، اطفشه، ابعده عن طريقنا. غريبه يا انكل، مع انه باين عليه ده راجل ممتاز جدا. ازاي بقى يا عادل بيه؟ هو في حد ممتاز غيرك؟ ميرسي يا انكل، بس الشاب ده خساره فعلا. عادل بيه اعمل معروف، انسى الموضوع ده، انسى الموضوع ده وخلينا في المهم. فين الطاولة؟ الله، ايه يا حسونه بيه، انت نفسك تتغلب 10 طاوله ولا ايه؟ صحيح انا بلعب في ارضك وفي وسط جمهورك، لكن هتتغلب هتتغلب كده. على كل حال هنشوف. احكم انت بقى يا عادل بيه. انا خلاص مش طايقه يا ست ليلى، ما هو لازم اقع زغروب. انت اتجننتي يا فاطمه، انت عايزه بابا يقول ايه؟ هيقول ايه يعني؟ واحده وفرحانه عشانك. مش دلوقتي يا فاطمه، مش لما برضو ربنا يتمم الموضوع بخير. ان شاء الله. الا قولي لي يا ست ليلى، ايوه يا فاطمه. هو سامي ده بتاع التليفونات؟ ايوه يا فاطمه، بس هو حد يعرف الحكايه دي يا فاطمه؟ هو انا عبيطه يا ست ليلى اقول لحد ان سامي ده هو بتاع التليفونات؟ وطي صوتك امال يا فاطمه، احسن انا سامعه رجلين جايه على هنا. اديني سكت اهو. فاطمه